روبرت بلانت، الفنان الموسيقي البريطاني وقائد مجموعة ليد زيبلين الشهيرة، صاحب الصوت القوي الذي يبلغ أعلى المقامات ارتفاعا، ومبدع أشهر الأغاني في تاريخ موسيقى الروك، مع قصة حبه للمغرب وارتباطه به. اكتشف روبرت بلانت المغرب أول مرة في 1972 في أوج موجة الهيبي. يقول بلانت عن هذه الرحلة: كانت ثقافة الهيبي قوية في المغرب آنذاك. صديقي برايان جونز أخذ المعدات الموسيقية وذهب إلى الشمال ليسجل موسيقى جوجوكا، لكنني شخصيا كان يستهويني ويسحرني الجنوب أكثر. كنت أريد أن أجرب إحساس الاقتراب من الصحراء. وفي طريقي إلى الصحراء وجدت مدينة مراكش، وكان الإحساس محفزا ومثيرا. كان هندريكس قد ذهب قبلنا إلى الصويرة، حيث كان هناك سحر لا يمكن فهمه. ثم توجه إلى وادي الجنة بجوار أكادير، حيث تسود أجواء روحانية كبيرة. وبشكل عام لقد كانت أعظم تجربة في حياتي. ويستمر بلانت قائلا: المغاربة شعب رائع ويتميزون بخفة الدم والمرح. أذهب إلى بلادهم منذ 46 سنة. مع مرور الوقت أصبحت أشعر بأنني مرتاح هناك، وأستمتع بنمط حياة المغاربة وجمال المغرب. في سنة 1973 جاء روبرت بلانت ورفيقه في المجموعة جيمي بيج إلى المغرب، وقطع الصحراء المغربية بطرقها اللامتناهية. وفي هذه الطرق أبدع إحدى أجمل أغاني المجموعة، أغنية كاشمير. في سنة 1981 توفي عازف إيقاع المجموعة جون بونام، وتفرق أعضاء مجموعة ليد زيبلين. وبعد 14 سنة طلبت قناة MTV من روبرت بلانت وجيمي بيج تسجيل ألبوم غنائي، فاختار مدينة مراكش للبحث عن الإلهام، وبالضبط في ساحة جامع الفنون النابضة بالحياة، حيث سجلوا أغاني مع فرقة قناوة بقيادة المعلم إبراهيم البلقاني، منها أغنية يا الله وسيتي دونت كراي. وحينما سألته صحفي على هذه الموسيقى هل هي روك اند رول، أجابها قائلا: روك اند رول. كان المغرب مصدر إلهام لروبرت بلانت، حيث يحكي لأحد الصحفيين عن أغنية أشي لاست ستاند التي كتبها وهو في المستشفى قائلا: كان الناس في الخارج يحتفلون بالهالوين وكنت أكتب عن الحرية والانطلاق. كانت الأغنية دعوة للذهاب إلى مكان تولد فيه من جديد، مكان يسوده الجمال والفن. وكان ذلك المكان الذي في ذهني هو بلا شك جبال الأطلس في المغرب. كنت أتمنى أن أكون في جبال أوريكا أو أسني في المغرب، على أن أكون في هذا المكان. لدي رغبة دائمة أن أكون هناك في المغرب، وحتى في هذه اللحظة التي أكلمك فيها أود لو كنت هناك.